بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بيوت كتير بتفضل مهجورة سنين، بس في بيت واحد رغم مرور الزمن لسه النور بيولع فيه بالليل لوحده. بيت كل الناس في القرية بيخافوا حتى يبصوا عليه. الناس قالت إنهم بيسمعوا صريخ جاي منه بعد نص الليل، بس مفيش حد عنده الجرأة يدخل ويشوف الحقيقة. لحد ما جه آدم وقال بثقة: أنا هبات فيه وهثبت لكم إن مفيش حاجة اسمها بيت مسكون. بس اللي حصل جوه ما يتحكيش بسهولة. استعدوا يا جماعة واربطوا أعصابكم، القصة دي مش لضعاف القلوب. آدم شاب في آخر العشرينات، فقد أبوه وأمه من كام سنة، وبيحاول يبدأ حياة جديدة بعيد عن دوشة المدينة. سمع عن بيت ريفي قديم معروض بسعر خيالي. السمسار قال له: البيت تمام بس محدش قاعد فيه أكتر من 48 ساعة. آدم ضحك وقال: يبقى أنا أول واحد هكمل الأسبوع. وفي اليوم اللي راح يستلم فيه البيت، الجيران بصوله من بعيد بنظرات خوف. واحدة ست كبيرة قالت له: لو حصل أي حاجة ما تردش على الأصوات اللي تناديك. آدم ابتسم وقال: أكيد قصدك على الفيران. بس اللي كان مستنيه جوه أكبر بكتير من فار. دخل البيت، كل حاجة باين عليها الأدم، حوايط فيها تشققات، غبار على الكل، والمكان ساكت كأن الزمن واقف. بدأ ينظف، شغل لمبة لكن النور كل شوية يضعف. وقبل نص الليل سمع أول صوت خبط جاي من السلم الخشبي، كأن في حد طالع برجله ببطء. الخطوات كانت تقيلة وبعدين سكتت فجأة. آدم نادى: مين هناك؟ مفيش رد، لكن الباب اللي وراه اتقفل لوحده والنور انطفي. صوت نفس تقيل وراه، ولما لف مفيش حد. تاني يوم الصبح وهو بينظف الأوضة اللي فوق، لقى مراية ضخمة متغطية بقماش اسود. شد القماش ولقى وشه فيها مش هو. وشه في المراية كان مبتسم ابتسامة شريرة وعينه فيها لمعة غريبة. مد ايده علشان يلمسها، فايده حست ببرودة كأنها لمست تلج. وفجأة المراية ارتعشت ووشه في المراية قال له بصوت خافت: اطلع من هنا قبل ما نحبسك جوه. وقع آدم على الأرض والمراية اتشقت، وساعتها سمع صوت طفل بيضحك من الدور التاني. ولما رفع عينه شاف ظل صغير بيجري بسرعة ناحية الحيطة واختفى جواها. في الليلة اللي بعدها بدأ يسمع أصوات بتتكلم ورا الأبواب. صوت راجل بيقول: ليه رجعت؟ وصوت ست بترد: هو لازم يعرف الحقيقة. آدم طلع بسرعة، فتح الباب، بس الأوضة كانت فاضية تمام إلا من كرسي بيتهز لوحده. وفي الركن كان فيه لعبة عروسة قديمة عينها مفتوحة رغم إنها كانت مكسورة من قبل. بدأت العروسة تصدر صوت خفيف: آدم العب معانا. رماها على الأرض واتكسرت، بس سمع نفس الصوت بيجي من الدور اللي فوق. آدم حاول يهرب من البيت، بس كل مرة يفتح الباب يلاقي نفسه بيرجع لنفس الصالة تاني. الدنيا بره سكون، كأن الوقت وقف. بدأ يحس إن عقله بيتهز، يشوف نفسه في المراية بيتكلم معاه، والنسخة التانية بتقول له: أنت خلاص بقيت واحد مننا. الجدران بدأت تتحرك كأنها بتتنفس، والأبواب تتفتح وتقفل في نفس اللحظة. سمع صوت صراخ جاي من كل الاتجاهات، والهواء بقى تقيل لدرجة إنه مش قادر يتنفس. جري ناحية الشباك، بص بره، لقى نفسه شايف نفس البيت من بره، كأنه اتحبس في نسخة تانية من البيت. في لحظة هدوء وقع تحت رجله دفتر صغير متآكل، كان مكتوب عليه عيلة مراد 1999. فتح الصفحات لقى صور لأب وأم وطفل صغير، مكتوب تحتها: اختفينا هنا محدش سمعنا. آخر صفحة كانت مكتوبة بالدم: البيت مش بيتك، البيت بيتنا. وقتها حس بصوت وراه، نفس الطفل اللي شاف ظله واقف قدامه بيقول: بابا رجع مستنيك. وفجأة كل الأبواب اتفتحت مرة واحدة وخرج منها دخان أسود، والصراخ رجع أقوى من الأول. آدم مسك المصحف وبدأ يقرأ آية الكرسي بصوت عالي. الأصوات بدأت تصرخ كأنها بتتحرق، والهواء بقى ساخن جدا. ظهر قدامه ظل الست اللي شافها في الصورة، وقالت له بصوت متقطع: سيب البيت وادفن سرنا. وفي لحظة الدنيا سكتت تمام. المكان كله وقع في هدوء مميت، بس وشه في المراية كان لسه مبتسم. تاني يوم آدم خرج من البيت وش الفجر طالع. ما أخدش معاه غير مفاتيحه وساب كل حاجة جوه. ومن اليوم ده البيت اتقفل ومفيش حد قرب منه تاني، بس الجيران بيقولوا إنهم لسه بيسمعوا صوت طفل بيضحك كل يوم جمعة بعد نص الليل. آدم اختفى، محدش شافه تاني،
بس واحد قال إنه شافه ماشي على الطريق القديم، وشه شاحب وعينه فيها نفس اللمعة اللي كانت في المراية. الحكاية دي يا جماعة مش بس عن بيت مسكون، هي عن الغرور وعن الإنسان اللي بيفتكر نفسه أقوى من الغيب. مش كل باب مقفول محتاج يتفتح، ومش كل فضول يستحق إنك تخاطر بعقلك عشانه. خليك دايما قريب من ربنا واقرأ الأذكار، وما تستهونش بحاجة اسمها مسكون، لأن أحيانا اللي ساكن مش عايزك تمشي، بل عايزك تبقى زيه. وفي الآخر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل لايك للفيديو لو القصة خوفتك ولو بشوية، واشترك في القناة علشان القصة الجاية هتخليك تفكر مرتين قبل ما تنام في الضلمة.